السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. الفيديو اولا الاقتراح ديالو ان شاء الله غادي نقدم لكم هذه الحلوى اللي كتشاهدوا امامكم في الصوره. عيد المولد النبوي الشريف على الابواب. علاش لا تحضروا هذه الحلوى هذه العيد ان شاء الله. المقادير ديالها جد بسيطه وسهله في المتناول وكتخرج كميه كثيره. ندوزو نشوفوا الطريقه والمقادير. في المقادير غادي نحتاجو 125 غرام ديال الزبده، كاس اللارب ديال سنيده، كاس اللارب ديال الزنجان محمر شويه، وكاس ديال الكوك محمص، وكاس اللارب ديال الزيت. عندي قبيصه ديال المليحه وقبيصه ديال القرفه وقبيصه ديال الخميره الفوريه او الخميره الخبز، جوج خمارات من فئه 100 غرام. هذا الكوك محمص او الكوك العادي كنحمصوه على نار مهيله فوق المقله وكيعطي واحد الذوق رائع عن هذه الحلوى. عندي الدقيق الخاص بالحلويات يكون نوعيه جيده. اول حاجه غادي نخدموا الزبده مع سنيده مزيان، كنضيفوا لها القبيصه ديال المليحه مع القبيصه ديال القرفه وديك القبيصه البسيطه، يعني جهد ما تهزوا جوج الصبعين ديال يدكم ديال الخميره الفوريه اولا الخميره الخبز. كندلكوهم مزيان حتى كيتجانسوا كيوليو على هذا الشكل هذا. عاد كنضيفوا كاس اللارب ديال الزيت وكنخدموه مزيان مع هذا الخليط هذا. انا ما كنحاول ما نطولش الفيديو، يعني كنقطع من المراحل باش ما يجيكمش الفيديو طويل. هاد الكوك المحمص الصراحه هو السر في هاد الحلوى هذه، يعني كيعطيها واحد المذاق الصراحه رائع. كنتمنى تجربوها. والكوك يعني الثمن ديالو ماشي غالي، يعني عوض ما نستعملوا الكاوكاو محمص ومطحون فاختارينا اننا نبدلو، يعني نستعملوا في هذه الحلوى الكوك. فالصراحه كيعطي واحد المذاق مختلف على الكاوكاو. كما كتشاهدوا كنضيف هنايا الخميره ديال الحلويات، ولو مقادير بسيطه وسهله وكتعطي كميه كثيره، كتعطي كميه يعني لا باس بها. هذه الحلوى هذه كتخرج كميه لا باس بها، ويعني كطيح اقتصاديه الصراحه. يعني الكوك الثمن ديالو ماشي غالي، ولكن الصراحه كيجي المذاق ديالها رائع. كنتمنى تجربوها. هنايا كنضيف الدقيق يكون خاص بالحلويات باش كيعطينا نتيجه مزيانه في هذه الحلوى. كنضيفو شويه بشويه وحنا كنجمعوا غير باطراف الاصابع، يعني ما كندلكوش هذه الحلوى باش ما كتجيش قاصحه. هنايا كما قلت لكم كنضيفوا الدقيق شويه بشويه. هاد العجينه ما كتكونش قاصحه وما كتكونش خفيفه بزاف، يعني كتكون العجينه رطبه شويه. يعني نتوما عينكم ميزانكم. بحال جميع الحلويات اللي كتكون من الدقيق كخصو يبقى القوام ديالها في الاخر يعني يكون شويه رطب باش كتعطينا نتيجه مزيانه وكتجي الحلوى هشيشه. وانا فحال دائما غادي نخلي لكم المقادير مكتوبه بالتفاصيل في صندوق الوصف. دابا غادي نبداو نشكلوا الغريبه اولا الحلوى ديالنا على شكل كويرات. يعني كما كتشاهدوا القوام ديال الحلوى كيبقى رطب، اولا القوام ديال العجينه كنخليوه رطب شويه. كنبدا نشكل كويرات متوسطين الحجم، يعني الحجم ديالها كيبقى على حسب الرغبه ديالكم نتوما. يعني هذه الحلوى يعني كتزاد في الحجم ديالها، يعني بما انها فيها الخميره الفوريه وفيها الخميره ديال الحلويات فكيتزاد في الحجم ديالها. فانا هنايا اخترت شكلتهم يعني كويرات صغار، ما حضرتهمش كبارين. وانتم كيبقى لكم الاختيار. كنشكل الكويرات في نفس الحجم ومن بعد كنفندهم مزيان في السكر كلاصي كما كتشاهدوا في الصوره. انا تقريبا شكلت العجين كامل على شكل كويرات. عاد بديت كنفندو في السكر كلاصي. انا هنا غير كنوريكم يعني المرحله مرحله، ولكن انا تقريبا كملتهم كاملين على شكل كويرات. عاد بديت كنفندهم في السكر كلاصي. من بعد غادي نوضعهم في الطاوه اللي غادي تدخل الفرن. انا استعملت هنايا هذا السلبات الخاص بالفرن اللي ما كتوفرش عليه، فيمكن له يستعمل فقط غير الورق الخاص بالفرن او الورق الخاص بالمطبخ. كنفند في السكر كلاصي ومن بعد كنوضعها في الطاوه. كنوضعوهم متباعدين لان كما قلت لكم الحجم ديال الحلوى يعني كيتضاعف. غادي نبقى حتى غادي نكمل الكميه اللي عندي كامله وغادي نوضعها في الطاوه. ومن بعد غادي نوريكم طريقه التزيين ديالها. هنا خديت حبيبات ديال اللوز صحاحين مكمولين، لبستهم بابيض البيض من الاحسن، يعني لبستوهم مزيان بابيض البيض باش كيلصقوا مزيان على الحلوى.
كنضغط على لوجه الحلوى، كنضغط شويه باش كتلصق مزيان في اللوجه ديالها وما كطيحش. يعني ديك ابيض البيض هو اللي كيخليها كتشبر مزيان وما يعني ما كطيحش ديك الحبيبات اللوز. اللي ما توفرلوش اللوز يستعمل كاوكاو والقشور ديالو اولا الحبيبات ديال الكاجو، اولا تقدروا تخليوها هكذاك يعني بلا تزيين. الفرن انا شعلته على 180 درجه. هاد الحلوى كنطيبوها بحال اللي كنطيبوا الغريبه ديال البهله، كنشعلوا لها من فوق، يعني كنسخنوا الفرن مزيان حتى كيسخن، ومن بعد كنشعلوا الحلوى من فوق. ملي كتشقق فاحنا كنهبطوها لتحت، كنطيبوها على درجه يعني ناقصه تقريبا 160 150 درجه. كنعطيوها الوقت الكافي، يعني هي كتاخذ الصراحه وقت في الطياب ديالها، خصكم تعطيوها الوقت الكافي حتى تشوفوها تحمرت مزيان. فدرجه الطياب ما تفوتش 160 درجه، وانتم كتراقبوا الحلوى مزيان حتى كتشوفوها تحمرت، وفي الاخير كتجي على هذا الشكل هذا. كتجي رائعه والمذاق ديالها اروع. كنتمنى ان شاء الله تجربوها في هذا عيد المولد النبوي الشريف. كنتمنى الاقتراح ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم. شكرا على الدعم والتشجيع. الى فيديو قادم ان شاء الله، مع السلامه.